السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشوف ازاي هنعمل الكب كيك دي مع بعض على بلندر. فخلينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ بفكرك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات ياريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. مبدئيا كده زي ما احنا متعودين، اي زراير بدوس عليها سواء على الماوس او الكيبورد هتلاقيها عندك في الجزء اللي على الشمال تحت ده. ودلوقتي خلينا نبدأ على طول. طبعا احنا محتاجين نعمل كب كيك، فاحنا مش محتاجين الكيوب في حاجة، فهروح اختار الكيوب وهعمل اكس وديليت، وبعدين هدوس شيفت A من الكيبورد علشان اعمل اد مش، وهعمل سلندر. بعد كده هعمل جي زد علشان ارفعه فوق الارض حاجة زي كده، وهروح تاب علشان اروح للاديت مود، وهدوس 3 من الكيبورد علشان اروح للفيس سيلكت، وهختار الفيس دي وهعمل اكس وديليت فيسز، لان انا مش محتاجة انه الكب كيك او الكوباية بتاعة الكب كيك نفسها يكون ليها جزء من فوق. بعد كده هنزل كده من تحت وهختار الفيس دي، وهرجع تاني كده علشان اشوف الشكل، وهعمل اس علشان اصغرها حاجة بالشكل ده. بعد كده ممكن اعمل جي زد علشان تبقى صغيرة بالشكل ده، ممكن اسوى اكبرها كمان شوية، يعني حاجة زي كده شكلها لطيف. دلوقتي هرجع تاني تاب على الاوبجكت مود وهعمل جي زد، وهرجع انزلها تاني لتحت على الارض حاجة زي كده. بعد كده انا عاوزة ان هي تبقى ليها سمك شوية، تبقى تخينة شوية، فهروح على الموديفايرز وهعمل اد موديفاير، ومن جنريت لو انت عندك بلندر فيرجن 4.0 هتلاقي ان هي معموله من، هتلاقي ان هي موجوده جوه الموديفايرز من جنريت. بس لو انت عندك نسخه اقدم هتلاقي ان الموديفايرز، هتلاقي كل الموديفايرز مفتوحه على بعضها عادي. فهنروح نعمل جنريت وهنعمل سوليديفاي موديفاير، ده بيدي سمك للاوبجكت بتاعنا. طيب خليني اقرب كده علشان اوريك حاجه. الثيكنس دلوقتي عندك بالبوزيتيف، الرقم نفسه بالبوزيتيف مش بالنيجاتيف، فلو انا سحبت الرقم ده يمين كده هتلاقي انه القيمه بتزيد بس السمك بيدخل لجوه بالشكل ده. طيب لو انا رجعت الناحيه التانية وبدا يبقى القيمه بالسالب هتلاقي انه بيكبر لبره مش لجوه. دي معلومه عامه ان انت تكون عارفها، بس هي فرصه ان انا اعرفها لك هنا. فهخليه لجوه حاجه زي كده، وبعدين هدوس من الكيبورد كنترول 2 علشان اعمل Subdivision Surface Modifier. طبعا لو انت جبت ال Subdivision Surface Modifier فوق ال Solidify هتلاقي الشكل رجع كما كان تقريبا بالشكل ده، لكن لو نزلته تحته هتلاقيه بالشكل ده، فلازم تاخد بالك انت عامل ايه بالظبط. دلوقتي لو انت حابب ان هو يكون اتخن من كده، هو طبعا مش هيكون باين، بس لو انت حابب ان انت تزود السمك بتاع العنصر بتاعك في اي وقت تقدر ان انت تسحبه وتخليه اتخن بالشكل ده. بعد كده هدوس تاب علشان اروح للاديت مود، وهروح اعمل كنترول ار عشان اعمل لوب كات زي دي وادعم الجزء اللي تحت بتاع الكب كيك. فهنزل حاجه زي كده، ده كفايه بالنسبه لي، بس انا مش عاجبني الشكل اللي تحت ان هو يكون بالشكل ده، فهروح 3 من الكيبورد عشان اختار الفيس سيلكت، وهختار الفيس دي بكليك واحده زي كده، وهدوس اي من الكيبورد علشان اعمل انسات، وهبدا اسحبها لجوه خالص حاجه زي كده، وكليك كمان علشان اكونفيرم. وبكده بقى عندي الجزء ده شكله زي كده. هروح دلوقتي اعمل كليك يمين وشيد سموث، فده بقى عندي الشكل النهائي للكب بتاعتي. بعد كده هروح اعمل اد مش ويو في سفير، جي زد علشان اطلعها لفوق بالشكل ده، وبعدين اس زد علشان اصغرها لتحت بالشكل ده بس على الزد اكسس. فهعمل حاجة زي كده مثلا، وبعدين جي زد علشان انزلها تاني لتحت فتبقى تماما فوق الكب بتاعتنا. ودلوقتي هروح تاب على الاديت مود، بس المرة دي هدوس 1 من الكيبورد علشان اختار الفيرتكس سيلكت. هختار الفيرتكس بس اللي فيه النص دي، وهاجي من هنا من البروبورشنال اديتنج هدوس دوسة كده عشان افتحها، وهبدأ ان انا اعمل جي زد علشان ابدأ ارفع الفيرتكس الوحيدة اللي انا مختاراها دي حاجة بالشكل ده، وهبدأ ان انا اسكرول بالعجلة بتاعة الماوس علشان اقلل الجزء اللي البروبورشنال اديتنج بيأثر عليه من الكيك بتاعتي. فهعمل حاجة زي كده مثلا وهكونفيرم. وبعدين دلوقتي انا عاوزة اعرفك معلومة تانية بالمرة، خلينا نقفل البروبورشنال اديتنج. دلوقتي لو احنا جينا قربنا كده ودوسنا 2 علشان نروح للادج سيلكت، لو جيت تعمل كنترول ار انت هتلاقي ان هنا مش بيعمل لك لوب بالشكل ده. طيب ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل عشان انت مش عندك 4 فيسز، احنا عندنا هنا 3 فيسز بس. خلينا ندوس كانسل كده واقرب لك. بص احنا هنا لو ركزت هتلاقي ان كل دي عبارة عن مثلثات، ده اللي بيخلي
لوب كات ما تشتغلش معاك. طيب هنعمل ايه؟ انا دلوقتي عايزه ازود لوبس هنا، هعمل ايه علشان ازود لوب كاتس هنا؟ هروح اشغل مخي شويه على البرنامج، هاجي من هنا انا هنا عندي اهو ده اول جزء فيه 4 فيسز، فهنا كده لو عملت كنترول ار هلاقيها اشتغلت. طيب حلو قوي، هعمل كنترول ار وهعمل لوب كات وهطلعها لفوق حاجه زي كده وكونفيرم، كنترول ار كمان واعمل لوب كات كمان هنا ودوسه كمان وكونفيرم. طب انا كده ما استفدتش حاجه، انا كده ما عملتش هنا لوب كاتس. لا انا اقدر بقى ان انا ابدا ارفع اللوب كاتس دي لفوق، فهعمل الت واختار اللوب كات دي وبعدين ادوس من الكيبورد جي، هدوس جي مرتين وهبدا اسحب، فكده انا بتحكم في اللوب كات دي ان انا اقدر احركها لفوق. نفس الكلام الت وهختار دي جي وهبدا ارفعها لفوق بالشكل ده، هختار اللوب كات دي كمان بالت واختارها جي وهرفعها لفوق بالشكل ده. طيب انا عملت كل الكلام ده ليه؟ انا عملت الكلام ده علشان ادوس الت واختار دي وارجع تاني افتح البروبورشنال اديتنج وهبدأ هاجي من هنا كده وهاجي كده ادوس 3 من الكيبورد عشان اشوف الفيو من الجنب بالظبط بالشكل ده، وهبدأ ادوس ار والفها بالشكل ده علشان نعمل الجزء اللي فوق بتاع الكيكة. هصغر طبعا برضو البروبورشنال اديتنج لغاية الدرجة اللي انا شايفاها مناسبة، ولو انا عايزة ان انا اطول الجزء ده عن كده ممكن اروح للفيرتكس سيلكت، اختار الفيرتكس اللي فوق دي بس وانا فاتحة البروبورشنال اديتنج وهعمل جي زد وارفعها لفوق حاجة زي كده، فهبدأ ان انا اطول المسافة دي شوية، ممكن اصغرها طبعا كده علشان يبقى الطول كله في الجزء اللي فوق ده، وهطلعها حاجة زي كده وهرجع لي الادج سيلكت الت واختار دي، وممكن ازود كمان لوب كات هنا. ليه بزود لوب كاتس؟ علشان التقسيمة بتاعة الشكل بتاعتي تبقى احسن، اديله مش اكتر، اديله تقسيمات اكتر فالشكل يبقى تفصيلي اكتر، ما يبقاش قطعة او كتلة على بعضها. فهاجي اعمل كنترول ار ودبل كليك علشان اكونفيرم والت وهختار دي وار وهبدأ ان انا الف كده وازود تأثير البروبورشنال اديتنج. تمام، حاجة زي كده لطيفة. وبعدين هلغي البروبورشنال اديتنج واروح على الاوبجكت مود وكليك يمين وهعمل شيد سموث. دلوقتي لما عملت شيد سموث بقى عندي حاجة بالشكل ده. لو حابب ان انت تشوف من الاول انت بتعمل ايه هنرجع كنترول زد وهرجع لورا من قبل ما اغير الشكل، هاجي على الاوبجكت مود من دلوقتي وكليك يمين وشيد سموث وبعدين هروح تاب وهبدأ ان انا ادوس 3 من الكيبورد وهبدأ ان انا اعمل ار واشوف الشكل عندي عامل ازاي. نفس الكلام برضو اللي احنا قلناه، لو عايزين نزود اكتر تفاصيل ممكن نعمل لوب كاتس، بس كده كده احنا هنعمل subdivision surface modifier فمش لازم ان انا اعمل ده دلوقتي. ار وهبدأ ان انا اعمل حاجة زي كده، وممكن دلوقتي اعمل ار واقلل التأثير بتاع البروبورشنال اديتنج فاعمل حاجة زي كده، وهرجع على الاوبجكت مود وكنترول 2 من الكيبورد علشان اعمل subdivision surface modifier ويكون عندي الشكل انعم زي ما احنا شايفين كده. وطبعا ممكن اجي من هنا وادوس تاب واروح على الفيرتكس سيلكت والغي البروبورشنال اديتنج واختار بس الفيرتكس دي واعمل جي وادخلها لجوه حاجه زي كده، يعني على حسب ما انت حابب ان هي تكون كده او لا براحتك، وارجع للاوبجكت مود ويبقى عندي حاجه بالشكل ده. لو انت حابب تسيب الكوبايه نفسها بتاعه الكب كيك كده تمام، لو انت حابب ان انت تخليها حاده اكتر خلينا نعمل سكيل شويه كده وجي زد وارفعها لفوق. لو انت حابب ان هي تكون حاده اكتر هتروح تاب على الاديت مود ومن الايدج سيلكت كنترول ار وهتعمل لوب كات وهتدوس دوسه واحده وهتبدا تسحبها لفوق خالص بالشكل ده، فهتقفل لك شويه الكب من هنا حاجه زي كده. انا هعمل سكيل واصغرها اكتر جي زد عشان انا مش عايزه شكلها واقعي قوي، انا عايزاها يكون شكلها ستايلايزد كده او كرتونش اكتر، مش عايزاها تكون حاجه شكلها واقعي اكتر. هسلكت كل ده وجي زد وهنزلها لتحت هنا. طيب خلينا نعمل كنترول اس ما ننساش طبعا علشان نسيف البروجكت بتاعنا. ودلوقتي هعمل الشوكة والسكينة بتوعي، فعلشان اعمل الشوكة هروح اعمل اد مش بلين وبعدين هعمل جي واي وهجيبها هنا حاجة زي كده اس واي وهصغرها حاجة زي كده. وبعدين لو انا عايزه التركيز يبقى بس عندي على الحاجه اللي انا شغاله عليها وعايزه اشيل بقيه الاوبجكتس او اعمل هايد لبقيه الاوبجكتس كلها اللي في السين، هروح اعمل فورورد سلاش اللي من النمباد اللي هي فوق رقم 8 من النمباد. فبكده انا مش عندي حاجه في السين غير الجزء اللي انا شغاله عليه بس. هعمل اس علشان اعمل لها سكيل شويه واصغرها بالشكل ده، وبعدين هبدا اظبط الشكل. هروح تاب على الاديت مود هختار بس الفيس دي واعمل لها سكيل هصغرها
اكتر من الجزء ده، وبعدين هعمل كنترول ار، واول ما يظهر لي الخط الاصفر ده مش هدوس دوسه كمان عشان اكونفيرم، هسكرول على طول بالعجله بتاعه الماوس مره 2 3 ودوستين علشان اكونفيرم. بعد كده هروح اعمل كنترول ار، واول ما يظهر لي الخط الاصفر ده هدوس دوسه واحده وهسحبه لفوق هنا حاجه يعني زي هنا كده كويس، وهعمل واحد كمان كنترول ار وهسحبه تحت حاجه زي هنا مثلا. وهنفهم دلوقتي احنا ليه بنقسم التقسيمه دي. بعد كده هدوس الت واختار الادج لوب دي كلها، وهعمل اي اكس عشان اعمل اكسترود على الاكس اكسس، فهعمل اكسترود حاجه زي كده، وبعدين هعمل كنترول ار وهسحب ده هنا بالشكل ده واس، وهكبر الجزء ده، خلينا اعمل جي وارفعه لفوق شويه، وهاجي هنا هدوس 3 من الكيبورد، هختار الفيس دي وشيفت واختار الفيس دي، وهدوس اكس وديليت فيسز. كده لو تاخد بالك شكل الشوكة بدأ يبقى باين عندي، ناقص بس ان انا اظبطه شوية. فممكن ادوس الت واختار الادج لوب دي والادج لوب دي واعمل لهم الاتنين سكيل حاجة زي كده مثلا. وممكن نقصر الشوكة كلها شوية عشان يبقى شكلها كيوت اكتر، فممكن اختار دول كده واعمل جي اكس وارفعها لفوق حاجة زي كده او اكتر شوية كمان، وممكن اعمل سكيل لدول فصغرها شوية حاجة زي كده من هنا. وبعدين هروح تاب عشان ارجع للأوبجكت مود، وبرضه هروح على الاد موديفاير وهعمل جنريت وهعمل solidify موديفاير، هزود الثيكنس حاجة زي كده، وكنترول 2 من الكيبورد علشان اعمل subdivision surface modifier. هاجي بعد كده هعمل كليك يمين وشيد سموث، وهبدأ ادوس تاب علشان ارجع للاديت مود واظبط شكل الشوكة اكتر. فهروح الت واختار الادج لوب دي وهعمل لها سكيل علشان تلم الجزء ده عندي بالشكل ده، وبعدين كنترول ار وهعمل لوب كات ورا هنا كده، وهنا كمان كنترول ار وهعمل لوب كات في نفس المكان تقريبا، وكنترول ار وهعمل لوب كات كمان هنا. وعلشان اصغر المسافة اللي بينهم فهختار الادج دي وشيفت واختار الادج دي وهعمل لهم سكيل، فهتبدأ تضيق لي المسافة دي شوية. ونفس الكلام هنا هختار دي وشيفت وهنا وهعمل سكيل، وممكن امسك الفيرتكس دي والفيرتكس دي وهعمل سكيل حاجة زي كده. وبعدين هاجي اختار الشوكة وهعمل كنترول A وهعمل ابلاي سكيل وتاب علشان اروح للاديت مود، وهعمل I علشان اعمل انسات حاجة بالشكل ده، و E وهنزلها لتحت علشان اعمل التفصيلة دي في الشوكة. دلوقتي هرجع على الادج سيلكت كنترول ار وهعمل لوب كات في النص هنا ودوسة كمان عشان اكونفيرم، واس علشان اعمل سكيل حاجة زي كده، وهختار كل ده وهعمل سكيل لجوه وكل دول وهعمل سكيل واصغر شوية، ودي ممكن اصغرها برضو شوية دلوقتي. بعد كده هختار الفيرتكس سيلكت وهختار الفيرتكس دي وشيفت والفيرتكس دي، وهرجع تاني البيفت بوينت الاول للميديم بوينت وهعمل اس واعمل لهم سكيل وشيفت واختار دي ودي كمان واعمل لهم سكيل، وهختار الاتنين دول وهفتح البروبوشنال اديتنج وهعمل جي اكس وهصغر خالص تأثير البروبوشنال اديتنج، فبقى عندي حاجة بالشكل ده. او ممكن ان انا اجي اسلكت الفيس ده وشيفت واختار الفيس ده. لو انت مش شايف انت بتسلكت ايه ممكن تدوس هنا كده على التوجل اكس راي وشيفت واختار كمان التو فيسز اللي جوه دول، وارجع اقفل التوجل اكس راي تاني واخليهم لبره بدل ما هم لجوه، فاعمل جي زد وارفعها الناحيه التانيه كده حاجه بسيطه خالص زي كده، فيبقى عندي شكل الشوكة عامل كده. وبعدين هبدأ ان انا اعمل السكينة بنفس الطريقة. ممكن طبعا بدل ما ابدأ الموديلنج من اول وجديد ممكن اعمل شيفت دي واي واجيبها جنبها حاجة زي كده مثلا. واهم حاجة ما تنساش تعمل الت بي وتعمل كلير بيرنت علشان لما بتعمل دوبليكيت من عنصر معين بيبقى مربوط بيه، فهتعمل شيفت دي وتاخد نسخة تانية وتاب عشان اروح للاديت مود، وهختار كل الفيسز دي وهعمل اكس وديليت فيسز، فالموضوع وقف عندي لغاية هنا. فممكن اجي من الادج سيلكت اعمل كنترول ار واعمل لوب كات هنا وادعم الجزء ده بالشكل ده علشان يبقى عندي حاجة زي كده. وبعدين هرجع على الاوبجكت مود وهعمل شيفت A وهعمل اد مش وهعمل بلين كمان، خلينا نجيبها جي واي ونسحبها هنا كده وجي اكس ونسحبها لفوق. دلوقتي هعمل اس واي عشان اصغرها بس على الواي اكسس،
طبعا اس اكس عشان اصغرها كتير عن كده، جي واي. خلينا نيجي من هنا ونختار الزد علشان نبقى شايفين اللي احنا بنعمله بالظبط. وهقرب كده وهروح وانا عامله سيلكت على البلين دي، هدوس شيفت واختار الجزء التاني ده، وهاجي من السهم الصغير ده وهعمل copy to selected، ومن هنا كمان هعمل copy to selected. دلوقتي لما اجي هنا هلاقي عندي نفس التو موديفايرز اللي هناك، كليك يمين وشيد سموث، وبعدين هدوس تاب عشان اروح للاديت مود وهبدا ادعم الشكل بتاعي زي ما احنا متعودين. فهعمل كنترول ار، واول ما هيظهر لي الكات هنا هقوم سحباها لتحت خالص حاجه زي كده، وهدوس كنترول ار وهعمل لوب كات مرة كمان بس المرة دي بالطول، وهسحبها لهنا على الآخر حاجة زي كده، وهبدأ أروح على الفيرتكس سيلكت، هختار الفيرتكس دي وهعمل جي واسحبها لتحت حاجة زي كده مثلا. وخلينا نرجع على الأوبجكت مود نشوف الشكل اللي احنا عملناه. طبعا احنا بنعمل حاجات شكلها كرتون شوية، فأنا مش عايزة ان هي يكون شكلها مخيف أو مرعب أو حاجة زي كده، فخلينا نعمل اس واكبرها شوية، وبعدين هعمل جي اكس وهرجعها لورا بحيث ان هي تكون داخلة مع السكينة، جي زد وهنزلها لتحت شوية علشان تكون في منتصف السكينة بتاعتي بالشكل ده. خلينا نعمل اس زد علشان هي لازم تكون أصغر شوية من الجزء التاني علشان تبقى مناسبة ليها بالشكل ده، جي واي وهجيبها كده شوية. تمام، حلو ده. دلوقتي ممكن أزود السبديفيجنز بتاعتي علشان الشكل كان لسه فيه قطعات كده مش حلوة، كليك يمين وشيد سموث تاني، ممكن نعمل اس زد كمان شوية. جميل. ودلوقتي كنترول A وابلاي سكيل. بعد كده هختار الجزء ده وشيفت وهختار الجزء ده وكنترول P وهعمل set parent to object. كده انا ربطت الاتنين بالايد بتاعت السكينة، فلو عملت جي وحركتها الاتنين هيتحركوا معايا. دلوقتي عشان ارجع كل حاجة انا عملت لها هايد في السين، فهرجع دوس تاني نفس الفورورد سلاش اللي انا دوست عليها من شوية، وبعدين دلوقتي هنعمل الفينيشنج النهائي بتاع السين. فهعمل add mesh plane وهعمل S عشان اعمل سكيل واكبر البلين حاجة زي ما انا محتاجاها، جي اكس عشان اجيبها هنا، وطبعا هختار الاتنين دول وجي زد وهرفعهم فوق الارض حاجة زي كده. هدوس 0 من الكيبورد علشان اشوف الكاميرا بتاعتي فين، هختار الكاميرا كده وهدوس N عشان اروح للقائمة دي، ومن فيو هعمل كاميرا تو فيو وهبدأ اظبط السين بالشكل اللي انا عاوزاه. هاجي من هنا من الاوبشنز بتاعت الكاميرا او البروبرتيز بتاعت الكاميرا، هغير برسبكتيف لاورثوجرافيك. طبعا ممكن نفس الكلام اللي عملته من شوية، هختار دي وشيفت واختار دي وكنترول بي وسيت بيرنت تو اوبجكت علشان الاتنين يبقى بيرنت للجزء اللي تحت ده، وهمسك ده وهعمل ار زد وهلفها شوية كده. بعد كده هاجي على الرندر بريفيو والشيفت واختار الاتنين دول جي زد وهرفعهم فوق الارض بالشكل ده، هقربهم من بعض. وده ممكن اعمل سكيل شوية وابدأ اظبط السين بتاعي. كل ما تعمل حركة شوية عشوائية في السين ده بيبقى شكله احلى من ان الحاجة تكون منظمة قوي 100%، بيدي واقعية كده وشعور الطف من ان الحاجة تكون معمولة بالظبط بالقلم والورقة كده. فحاول اعمل شوية عشوائية كده، نجيبها هنا. تمام. ودلوقتي خلينا نبدأ نظبط الإضاءة. هشيل كاميرا تو فيو طبعا علشان ما اغيرش مكان الكاميرا، هختار اللايت ده وهعمل اكس وديليت، ودلوقتي هعمل شيفت A ومن اللايت هعمل اريا لايت جي زد وهرفعه لفوق، واس وهعمل سكيل جي واي، وبعدين هعلي الإضاءة شوية اخليها حاجة زي 200 مثلا، جي اكس ممكن اجيبها قدام شوية جي زد، ودلوقتي هعمل شيفت دي عشان اخد منها نسخة، اكس عشان اجيبها على الاكس اكسس، جي واي علشان اجيبها هنا فتنور لي الجزء ده، وهاجي كده وهعمل روتيت هسحب دي كده شوية، وهنا كمان هعمل شيفت دي اكس وهسحبها شوية، وجي واي هجيبها هنا شوية، وي ار وهعمل لها روتيت في اتجاه الكب كيك، وممكن اعمل لايت ورا كمان علشان انور السين، فهعمل شيفت دي اكس وهرجعها لورا وهعمل لها سكيل. واخر حاجة هروح من هنا على الريندر انجن وهغير ايفي لسايكلز، وطبعا يفضل لو انت عملت ده من الاول علشان ده بيعالج الاضاءة بشكل واقعي اكتر، فما تلاقيش ان انت خليت الدنيا مضيئة بزيادة بعد ما تغيرها لسايكلز. كنترول اس طبعا عشان نعمل سيف، ومن الماك سامبلز هنا
هعمل دي 200 وهنا هخلي الماك سامبلز 300. الدي نويز هفتحها هخلي الدي نويزر اوبتي اكس، ودي حاجه مش لازم تعملها، دي متعلقه اكتر بنوع كارت الشاشه اللي عندك. وطبعا السي بي يو هخليها جي بي يو كومبيوت. وهاجي من الكالر مانجمنت وهخليها فيلمك، وهخلي اللوك ميديوم هاي كونتراست. ودلوقتي ممكن ابدا اضيف الماتيريال، فهاجي من هنا من الجزء اللي فوق وهاجي من الماتيريال وهعمل نيو ماتيريال وهختار اللون اللي انا احبه، خليها حاجه بدرجات البينك. وخلينا نيجي من هنا ونلغي الشو اوفرلايز دي علشان اكون شايفه السين بوضوح. انا عاوزه اعمل الاحساس اللي هو المط تماما، فهاجي اختار الجزء ده. طبعا خلي بالك ان انت دلوقتي لما هتيجي تسلكت حاجه مش هيبقى بيقولك ان انت مسلكت ايه بالظبط، عشان لغينا ده. لو رجعناه هتلاقي ان السلكشن بان تاني. فانا هقفل ده وهاجي من هنا وهزود الرفنس على الاخر خالص، وهفتح السباكيولر وهخلي السباكيولر 0. ونفس الكلام هطبقه في كل الماتيريالز اللي هعملها. همسك الجزء اللي تحت ده وهعمل نيو وهختار لون للكوباية، وبعدين هعلي الرفنس على الآخر، ومن سباكيولر هخلي الاي او ار ليفل 0. هروح اعمل نيو واختار لون الشوكة، وهاجي من الجزء ده وهعمل شيفت واختار الشوكة، ومن السهم الصغير ده هعمل كوبي ماتيريال تو سيلكتد عشان اخد نفس الماتيريال. والجزء بتاع السكينة اللي فوق هعمل نيو وبس هنزلها لتحت شوية حاجة زي كده بحيث ان هي تبقى جرايش. ونفس الكلام هعلي الرفنس على الاخر والسباكيولر. وانا شايفة ان انا لما عليت الاي او ار ليفل من السباكيولر بقى الشكل ألطف، فهرجع أخلي الاي او ار ليفل 1 في كله هنا كمان. تمام، حلو كده. واخر حاجة هيبقى عندنا الارض، هروح اعمل نيو واختار برضو اللون بتاعها، ونفس الكلام هعلي الرفنس على الاخر، ومن السباكيولر هعلي الاي او ار ليفل على الاخر. بعد كده ممكن تظبط الاضاءة براحتك لو انت حابب ان انت تظبطها بشكل مختلف قبل ما تعمل ريندر طبعا وتطلع النتيجة النهائية. وممكن اخد كوبي تانية منها، هعمل شيفت دي واسحبها على جنب كده، جي واي نجيبها هنا، اس ممكن نصغرها بس ان هي تبان ابعد شوية مثلا، وشيفت دي واي واخد نسخة كمان هنا. وطبعا ممكن اغير الوانهم، فاجي اختار الجزء ده واعمل ماينس عشان امسح الماتيريال بتاعتها، واعمل نيو واختار ماتيريال مختلفة او لون مختلف. فممكن اعمل حاجة زي كده، ونفس الكلام اعلي الرفنس والسباكيولر اعليه على الاخر. وهنا كمان ما تنساش تعمل ماينس عشان تمسح الماتيريال الاول بدل ما تغير الماتيريال اللي هي مربوطة بيها، وهتعمل نيو ويتغير اللون. وطبعا ممكن تمسك دي وتعمل ار زد علشان نعمل شكل مختلف. زي ما اتفقنا ان الحاجة كل ما بيبقى شكلها عشوائي مش منظمة قوي بيكون شكلها ألطف، فممكن أعمل حاجة زي كده، كنترول اس وأعمل سيف. وممكن هنزل الإضاءة دي لتحت شوية جي زد، وممكن أعليها شوية خليها حاجة زي 300 مثلا. واخر حاجة عملتها ان انا عملت اريا لايت كمان، وعملت RY 90 علشان الفه على الواي اكسس 90 درجة، ولفيته لغاية ما بقى من نفس الاتجاه بتاع الكاميرا. وعليت الاضاءة بتاعته خليتها 150 علشان انور السين من عند الكاميرا حاجة زي كده. اخر حاجة هتتبقى طبعا هتكون هي الريندر سيتنجز، فهنيجي من هنا من السين وهتظبط دي حسب ما انت عاوز، 1920 في 1080. لو انت هتطلع الصورة النهائية كصورة هتيجي هتسيب دي PNG وهتختار من هنا المكان اللي انت عاوز تسيف فيه الصورة بتاعتك. اما لو انت مش هتعملها PNG وعاوز ان انت تخرج فيديو، فهتيجي من ال PNG هتختار FFmpeg فيديو، وهتيجي من الفيديو انا بختارها من هنا تكون lossless، والكونتينر بختاره QuickTime. وبس كده هتيجي من هنا تعمل ريندر انيميشن او ريندر ايمج حسب ما انت حابب. فبس كده دي كانت الطريقة اللي احنا عملنا بيها الكب كيك بتاعتنا. فيا رب يكون الفيديو عجبك ويا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو كالعادة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات ياريت تسيبوها لنا في الكومنتس، وأشوفكوا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. باي باي.